وهاي وقصايمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير، عساكم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. اللي شاف مقطع أمس اللي جربنا فيه الحلويات اليابانية يدري ليش أنا تكلمت كذا ياباني. والله يا اخوان يا انها الموت. درجة الحرارة 38، مو في قلبك، في مخك يا شيخ. باقي تقريبا 8 دقائق ويوصل الباص، فنحاول نلحق عليه. والله ريح حار يا جماعة كأنك في فرن. كنت احسب درجة الحرارة 38، توني شيكت على الجوال لقيتها 41. والله انه يبغى لها سيارة والله. وهذا هو الباص وصل. بإذن الله هذا يفتح قريب ونصير نتقضى من هنا إن شاء الله، بس ما يحطون ذاك المتجر. الحمد لله على نعمة دبي، أي مكان تحصل مكيف في الباص، في المحطات، في القطار. اللهم لك الحمد، والله أنهم شايلين هم مرة كبير. أتمنى بس أني ألاقي تاكسي، لأن الصراحة الوضع مرة حر وما يمديني أروح أمشي 2 كيلو 3 كيلو بس عشان أوصل، لأني ما أعتقد أني راح أوصل الصراحة. الحمد لله لك يا رب، حصلنا تاكسي وهذا أهم شيء. باقي 10 دقائق إن شاء الله ونبدأ التدريب. صح يا أخوان، رجعت نسيت اصور لكم لانه صار فيلم الصراحه. المدرب اللي كان يدربني ضيع البطاقه حقتي اللي هي بطاقه الاي دي، وظلينا ندور على البطاقه يمكن اكثر من ساعه. وعلى العموم ما صورت لان كل الوقت ضاع في التدريب وضاع بعد واحنا قاعدين ندور على البطاقه. راح اخذ تاكسي وعلى البيت ان شاء الله. الحين جيت للبقاله يا جماعه، ابى اخذ شويه اغراض عشان نسوي الغداء ان شاء الله. اخذت كريمه الطبخ، اخذ هذه بعد. مع اني والله اني مره تعبان، وراي مونتاج لازم امنتج فلوج حق امس، راح اسوي اللي اقدر عليه. الحين يا جماعه الخير بعد ما وصلنا للبيت راح اوريكم هنا ايش سويت. اول شيء قطعت البطاطس هنا وضبطناها، هنا بعد الدجاج وهنا بعد الفلفل. فتقريبا راح نسوي نفس الخلطه اللي سويناها المره اللي راحت، فما راح اذكر جميع التفاصيل، بس راح اسوي زي كذا. مع اني اليوم راح اضيف عليها كريمه الطبخ. راح اعطيكم النتيجه النهائيه. بعد ما استوى الفلفل يا جماعه حطيت الدجاج، سويت جميع التتبيلات اللي عندي، كمون، فلفل اسود، توابل مشكله، اي توابل عندي حطيتها. الحين ننتظرها بس لين تستوي، بعدين نضيف عليها البطاطس ونضيف عليها كريمه الطبخ والجبن. وكذا بعد ما خلطتنا استوت، سويت هنا كريمه الطبخ، ضفت عليها شويه حليب وحطيت عليها جبن. بعدها ايش نسوي؟ نجيب البطاطس زي كذا ننزلها مع الخلطة حقتنا هنا، نحاول ان نخلطها مع بعض، بعدين نرتبها بهذا الشكل ونوزع عليها هذا الخلطة كذا، نوزعها بحيث انها تكون مع بعض كلها لين الجبن يصير جوا الخلطة. نخلطها زي كذا لين تستوي، حوالي دقيقة ونص نرجع لها ان شاء الله. اذا الختامية يا جماعة الخير تطلع معنا بهذا الشكل، فنجرب باذن الله ونعطيكم التقييم من 10. اللهم لك الحمد، كذا خلصنا يا جماعة. والله تقييمي للأكلة اعتمدوها، إذا حصلتوها أقل من 8 من 10 أنا أدفع لكم حقوق ذا. والحين بإذن الله متوجه للمسبح. إذا تبغى تشوف أول مرة نزلنا المسبح راح أحط الفيديو في الوصف. كذا خلصنا يا جماعة الخير، روقنا. الحين راجع للبيت، ابى اخذ شاور ان شاء الله. بعد ما خلصت من المسبح يا جماعة الخير ما اخذت شاور، كان فيني نوم وجيت اخذت قيلولة. ودام احنا ما صورنا واجد بسبب الوقت اللي ضيعناه في المعهد، قررت الحين اني اخذ الكاميرا واروح للاب تاون، وراح تكون وجهتنا للجي بي ار، فيلا نروح. وهذه هي المحطة اللي راح ننزل فيها ان شاء الله. مركز دبي للسلع المتعددة. هذا هو يا جماعة الخير دبي، رغم الحر ورغم انه صيف وما في عطل لانها دائما زحمه. هذه هي دائما كذا المدن الكبرى. احس اننا حنكون محظوظين لاننا جينا في هذا الوقت، فنروح على الشاطئ باذن الله ونحاول ان نصور لكم الغروب. ما شاء الله تبارك الله، بس يا الزحمه يا اخوان. تحية لأهل البحرين. GTR R34 على اللون الأحمر في قلبك. والله إنها الأجواء رايقة يا جماعة، رغم إنه شوي حر. ما شاء الله تبارك الله، المكان جدا فخم. سيارة الفيراري ما أدري إيش نوعها بالضبط، ما شاء الله تبارك الرحمن. والله عاد حتى الجي واجن ما شاء الله تبارك الرحمن.
والله اني كنت اتمنى اني اصور لكم الغروب، بس تذكرت اني لازم الحق على الباص، هذا اول شيء، بس مو هذا الشيء الرئيسي. الشيء الرئيسي هو ان المكان ابدا مو بمناسب. الله اني ادري ان معظم اللقطات اللي صورتها راح احذفها وما راح احطها في الفلوج، بس عاد شكوى لله، شو نسوي؟ جاي للشاطئ، لا وين في الجي بي ار. ايش متوقع؟ طيب الباص الجاي باقي له ساعة، فلازم نلحق الحين، نركب من محطة المترو لين نوصل لاخر محطة، فلازم نلحق قبل الساعة 7:30. ناخذ تقريبا نص ساعة من هنا لين المحطة، وبعدين من المحطة لين الباص، فتكون ساعة بالضبط باذن الله نكون لحقنا. الله تبارك الله، الله يرزقنا واياكم. يا لبه لبيه يا لبه لبيه يا اللوحة. والحين بعد ما خلصت جولتنا في الاب تاون، قلت قبل لا اتعشى خليني انزل للنادي، فغيرت على السريع ويلا نروح. اليوم غيرنا الصالة يا اخوان، الصالة الاولى فيها زحمة وهذه فاضية شوي، راح ناخذ راحتنا ان شاء الله بالتصوير وبالتمارين، وتوني بادي فنقول بسم الله. كذا نكون كملنا 10 دقائق ونروح باذن الله لتمارين الحديد. هذا اولى تمارين صدر، فنسوي 12 10. تمارين ثانية. تمارين رابعة. كذا نكون خلصنا يا جماعة الخير، نرجع للبيت ناخذ شاور. خلصنا الشاور وجا الوقت الحين نتفرج على مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد. بإذن الله نتابع المباراة، ومن حظنا انه بكرة ما عندنا شيء، فراح نسهر على المباراة ان شاء الله. كذا تكون خلصت المباراة بنتيجة التعادل، الحين الوقت مرة متأخر، فراح اختم الفلوج واقول لكم الى هنا وصلنا لنهاية الفلوج. يعطيكم الف عافية على المشاهدة، اشوفكم في فلوج بكرة ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا في امان الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. والله انه في قلبك، والله يا اخوان ما توقعتها مرة لذيذة زي كذا، هذه تفوز الصراحة. فهذه بالنسبة في هوشة مع احدى الشركات، انهم ازعجوا امي يا شيخ، كل مرة يعني يطلعوا لي بفاتورة غير.